أحيانا كتير بيجي ولد وبنت يقربوا من بعض قوي، ويبنوا مع بعض حالة من الرومانسيات والعواطف كده اللي هي indirectly بشكل ما، ويبدأوا يقربوا من بعض و... والعلاقة واحدة واحدة تقرب أكتر وأكتر من غير ما يكونوا حاسبين ولا حاسين. فالعلاقة تقلب توكسيك. زي مثلا ممكن تلاقي واحدة مصاحبة واحد وقاعدين فترة مع بعض، مستنية إن هو يعترف لها بحبه ليها، وهو ما يقدمش أي حاجة أو ما يعترفش بأي حاجة. فهي يجي لها إحساس بالاستغلال مثلا، فبالنسبة لها تحس إن هي أنا بعمل إيه هنا. أو مثلا واحدة وواحد مصاحبين بعض، وتيجي بعد فترة الشخص ده مثلا تكون مش جاهز ماديا لأن هو يخش في ارتباط رسمي، ومرة واحدة البنت تزهق فتقرر إن هي تخش في علاقة رسمية مع حد تاني. فالولد يحس إن هو تعب اتصدم. أو اتنين يخشوا مع بعض في حالة من الصحوبية، وإحنا فكرة بقى friends of benefits، كلنا قاعدين بنستلذذ القعدة، بنخرج مع بعض، في النص نقول مشاعر، وفي النص نقول نكت، وفي النص نقضيها، والحياة حلوة ووردي ومفيش أي التزام بأي حاجة. وحد منهم يقرر في النص إن هو عايز يخش علاقة جدية مع طرف جديد خالص. فالاتنين اللي في الأول دول يجي واحد منهم يتعب، يحس إن هو إيه ده، أمال أنا كل اللي كنت بعمله ده كان إيه؟ فهنا اللقطة كلها بتحصل لأن الديستنيشنز من البداية مش موجودة. فنصيحة في البدايات خالص، حاولوا تكونوا عارفين انتوا رايحين فين، تكونوا محددين الديستنيشن رايحة على فين، عشان محدش يجي يتعب بعد كده في الآخر.